العب يا مرحبا كايسو، فيكم العب يا شباب. سنايبر يا كايسو. اليوم أنا دخلت لعبة روم ضد شاب مصري وهنجيله الصعيد ام من اللعبه محافظة احنا. انا أسيوط طالع. يعني انا بالتحديد. طالع. المهم إن هذا الشاب غلط فيني، سب علي وسب على والدي وسب على والدتي بدون أي سبب يعني أنا يا دي بلعب ابطال. فزت عليه وهيك، بس استغربت إنه سب علي هنجيبه يعني ام. ليش تسب على والدي؟ ليش تسب على والدتي؟ يلا على يا أخي والله الطريقه. العظيم ما توقعت إنه يعمل هيك، يعني لو بعرف إنه هو هيك ما يعني ما كنت لعبت ضده، يعني ما فتت لعب مرة. اسمه عيسى، هو اشتغل ممرض هو انزل يا احمد بالصعيد على من الكره. محافظة أسيوط. يعني بصراحة صدمني بردة فعله، يعني أنا عندي من مش فكرة معايا الحماية تاو. إن أي حدا يسب علي، خاصة والدي أو والدتي. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: كيف يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ قيل: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب الرجل أباه وأمه. يعني في تعال هذا الحديث إن الجاي خد. الشخص يسب هذا فهذا يرد يا عليه رجل بالسبب الأول. هو سبني بوالدي ووالدتي، بس أنا ما سبيته، ما رديت عليه. كل الشغلة إن أنا رديت عليه بالروم، شلته طاوة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، رد لي المسبة أكتر من مرة بصراحة. يعني انا طالع من يا الروم. كتير، انا طالع يعني من الروم. لدرجة إن أنا انا لا طالع من بعديها لا ما الروم. لا لعبت، لا لا طلعت لا. من اللعبة لا خلصت الروم. طالع اطلع من الروم. لأني خد بس. بصراحة زعلت خد ما يعني. تطلعش تاني. ما تطلعش والله ليش؟ ما تطلع. لا ليش استنى هيك؟ استنى اتكلم معه. ليش تسب؟ شو خلاص استفدت؟ تمام. مشان اللعبة؟ خلاص استنى طب مشان اللعبة تسب علي؟ أخي أخوك كايسو أنا، كايسو بالله عليك عشان خاطر إخوانك انا نحن لابس سنايبر. فلسطينيين، إحنا عشان فلسطيني خاطر أنا، انا. أخوك فلسطيني عشان تسب خاطر عليه؟ لا 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 لا. رغم إن أنا عشان والدي خاطر بالله متوفي. لابس. يلا بس تسب على عشان أخوك الجولة قصة الفلسطيني؟ بكفي خذلان يعني يا أخي، بكفي قصف علينا، بكفي كل شيء، وكفي حياتنا اللي احنا عايشينها. اللي يلا عايش بس لا لا ببلاد هون، يلعب واللي يلعب عايش يلعب هون، يلعب واللي عايش يلعب هون، واللي عم ينقصف، واخواننا بغزة منقصفوا، وهذا جاي يسب علي مشان روم. مش يفوت يلعب لعب. يا أخي سبحان الله. شاب يقول اسمه لك العب عيسى بجهدك. من العب الصعيد، بلعب. من محافظة أسيوط العب تحديدا، بلعب. بيشتغل ممرض. كان رفيق موجود في الروم، أنا الصوت راح يفضل، يعني راح يضل. يعني أنا العب دايما بلعب بعمل كويس مونتاج بالله عليك. العب بلعب. للفيديو تبعيتي. بس هاي المرة راح أنزل Half of the الفيديو match is over, بعمل and مونتاج the red بشكل team طبيعي مشان is in تسمعوا the صوت lead. وصوت المسبات. شاهدوا الفيديو للأخير وراح تسمعوا. أنا بطالب كل أي حدا من مصر، خاصة من محافظة أسيوط، يشير هذا الفيديو، لأني أنا بدي العب أتواصل بلعب. مع أي حدا يحاول يوصل لهذا الشخص. هو بيشتغل بمشفى ممرض، هو ما بعرفش كيف هيك إنسان خريج كلية تمريض يكون هيك ثقافته. مش ولد صغير، يعني واحد 27 سنة عم يقول إنه عقله كبير. فاهمين علي؟ أنا كل اللي طالبه إن الكل يشير هذا الفيديو. أنا بدي هذا الفيديو بس يوصل، يعني يوقع في إيد حدا بلاش يا بلاش بلاش مصر بلاش بلاش يكون بلاش يعني إيده يقدر يوصلني لهذا الشخص، بلاش. أو هو يوصل إنه يجيب لي حق من هذا الشخص. كان محافظ، إن كان وزير، إن كان ما كان. المهم إن أنا بدي أوصل لهذا الشخص. هاي الفكرة كلها، لأن أنا والدتي ما ربوني مشان أجيبهم اللعنة وأجيبهم المسبات. عن Killing جد. spree for the يا أخي blue إحنا بنقول team. إحنا وشعب مصر إخوة، رغم الخذلان اللي إحنا عايشينه، بنقول إحنا الفلسطينية والمسار إخوة. يا أخي لك إحنا هيك نطلع على الحدود بنشوفكم يا زلمة، فوق هذا كله بتسبوا علي شروا. طب ما كان لا يا بوش يا صاحبي، صاحبي لما لا. تاخذ كرت كده. لا يا صاحبي، بش ما كانش العشاء. مش أهل مصر اللي يعمل هيك، أهل مصر بريء منه، مش أهل كمل مصر اللي بشر لي يسب على بشر أولاد لي العالم. بشر لي. والله العظيم إن أهل مصر بريء منك. أنا بعرف المصريين خاصة من الصعيد مش معروف يعني بشهامته برجولته بحكيه اللي منيح، بس هذا الشخص صدمني لأنه صعيدي، وأهل الصعيد معروفين بأخلاقهم، تربيتهم، وإنهم عالم شبعانة، معروفين بكل شي منيح. بس إن هيك شخص يا أخي، على شو لعبة؟
اقسم بالله يا اخواني إن انا من جواتي كثير مجروح. شو قلت لك معلش. انا من وقتها يعني قاعد هيك بفكر انه ليش. عيب، عيب عن جد. والله العظيم ان انا عم بحكي من كل صميم قلبي. مو بنصح اي حدا يسب، اقسم بالله يا اخوان ان المسبة هاي عند الله اجرها، يعني مش اجرها، قدرها كبير، احنا بنستهين بيها كبشر، انما هي عند الله قدرها كبير. كيف تسب على والد هذا وتسب على والدة هذا؟ يا اخي افرض هذا والده بتعرف كيف توفى، بركي شهيد، بركي مات مريض، بركي مات كذا، شو ما كان كانت الموتة، بس ما في حدا مستحيل يرضى انك تسب على والده. صعب ترى والله العظيم، كتير شعور صعب، خاصة انه شخص بعيد عنك من خلف الشاشات عم بيغلط عليك. يلا يا مانو. لكن انت لو في وجهي تقدر تغلط فيني هيك؟ اقسم بالله يا زلمة ما بتقدر، والله العظيم انك ما بتقدر. تحياتي لشعب مصر، مشكورين يا عمي. انا بدي هذا الفيديو يا شباب يتشير، ما راح اطلب حدا يقول لي بدك تعمل كذا ما راح اطلب حدا لايك ومتابعة يشغل، انا بدي الفيديو بس يتشير، انه باي طريقة اوصل لهذا الشخص. اقسم بربي لو لقيت طريقة اوصل بها للشخص مستحيل ادفع شو ما كان مشان بس اوصل لهذا الشخص، لانه وجه لوجه ما بيقدر يسويها. والله العظيم انه وجه لوجه ما يقدر يسويها، لانه جبان. الفيديو كله يتشير، اي حدا يشوف الفيديو شيره، خاصة اهل مصر وباسيوط. في عندي متابعين، يعني عندي متابعين من مصر موجودين كتار، كلكم شيروا الفيديو، غصب عني يا عيسى. خليه يوصل لاي حدا. ممكن ما انت تقدر تساوي شيء، بس في غيرك ممكن يساوي شيء. وفعل هاشتاج كنا معك يا قيصر، كل فاعل هاشتاج شير الفيديو، اكتب على الفيديو من فوق كنا معك يا قيصر، هاشتاج كنا معك يا والله قيصر، غصب عني، والله غصب عني. حقك رح يرجع، يا دي يا ابني. وانا حقي فعلا لازم يرجع. وانا يعني الله يسامحه، بس اذا والدي ولا والدتي يسامحوه هذا شيء عند الله، هم بيختاروه، يا اما يسامحوه يا اما لا. انما انا مالي ذنب ان انا اشيل هيك حرمانية، حرمانية ان انا اسب على ولدي، لانه هو لما سب كان انا اللي سبيت يا اخوان. والله اني والدي ووالدتي عندي اعزاء علي، وكل واحد حط مكانك، حط حالي مكانك، اني والدك ووالدتك بيتسبى عليهم. تخيل هيك تسمع مسبة والدك ووالدتك. السلام عليكم، سلام. شيروا الفيديو، كله فعل هاشتاج كنا معك يا قيصر.